لقد كان الأمل معقودا على وفاق وطني يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاؤه. الأمر منذ أيام أيضا تبلور في شكل مبادرة نقلتها إلي بعض الأحزاب وبمعرفة الحكومة رئيس الحكومة وأيضا مؤسسة القوات المسلحة وقيادتها. وهذه المبادرة فيها تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، تغيير الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية من الطيف الوطني، تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتا، فيها تشكيل لجنة قانونية مستقلة متوازنة لإعداد المواد الدستورية. واحنا كان في قبل كده مواد دستورية اقترحت علشان رئيس الجمهورية يقدمها للبرلمان القادم المنتخب طبقا للدستور بحقه الدستوري عشان البرلمان يتناولها لكي يؤهلها للتغيير أو التعديل أو الإضافة. مناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية. بنناشد المحكمة الدستورية أن تنتهي وبسرعة من قانون الانتخابات علشان مجلس الشورى يقره ورئيس الجمهورية يصدره مباشرة، ثم نمضي بإشراف القضاء واللجنة القضائية المعنية بالأمر لإجراء هذه الانتخابات. اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكونوا شركاء في القرار في مواقع السلطة التنفيذية المختلفة، تمكين الشباب ليكون شريكا حقيقيا في القرار بتفاصيل، تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات، تكوين اللجنة العليا اللي طرحتها أنا قبل كده للمصالحة وتكوينها وترتيبها من كل الاتجاهات، وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن. فيها وضع ميثاق شرف إعلامي علشان نقول للإعلام وانت جزء من الوطن ده تبني معانا. إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة 48 ساعة جاء بما لا يلبي ويتوافق مع مطالب جموع الشعب. هذه المبادرة لما قدمت إلي من بعض الأحزاب الموجودة على الساحة وافقت عليه. الأمر الذي استوجب من القوات المسلحة تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديدا. تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحدا من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام. تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحدا من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام.